في ذكرى زلزال حلب سنة 1138 ميلادية، واللي بيعتبر رابع أخطر زلزال في التاريخ، وهو من بين أكتر الزلازل الدموية على الإطلاق. بتعرف الزلازل بأنها قادرة على إحداث أضرار كارثية، وده في مناطق مختلفة حوالين العالم. وبتعاني بعض البلاد من ارتفاع معدل الهزات المدمر مقارنة ببلاد غيرها، وده اللي بيثير التساؤلات حوالين أقوى الزلازل اللي ضربت العالم. وزلزال حلب 1138 ده كان بالقرب من مدينة حلب شمال سوريا، وصنفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلزال حلب 1138 كرابع أخطر زلزال في التاريخ، وهو من بين أكتر الزلازل دموية على الإطلاق. والزلزال اتسمى باسم زلزال حلب، وده راجع لأن الزلزال حصل في مدينة حلب في شمال سوريا، واللي كان فيه أكبر عدد من الضحايا. والزلزال ده كان في 11 أكتوبر 1138، وكان سابقه زلزال أصغر منه كان يوم 10 من نفس الشهر، وغالبا ما بيتقال عنه إن هو ثالث زلزال مميت في التاريخ بعد زلزال شانشي وتنغشان في الصين. ومع ذلك بلغ عدد الضحايا اللي ماتوا بسبب الزلزال ده حوالي 230 ألف قتيل، وتقدرت شدة الزلزال ب 8.5 درجة على مقياس ريختر. وبتعتبر الزلازل من أسوأ الكوارث الطبيعية اللي البشر ما بيقدروش يسيطروا عليها على الإطلاق. ده غير طبعا انها بتحصل فجأة وبتؤدي لخسائر بشرية كبيرة كل سنة، وده غير الخسائر المادية الهائلة. ومن اكبر الزلازل اللي عرفها التاريخ هو زلزال تشيلي العظيم. وزلزال تشيلي كان سنة 1960، وهو أكبر زلزال اتسجل في القرن العشرين. وبدأ الزلزال في نواحي سواحل جنوب تشيلي في 22 مايو 1960، وتسبب في أضرار جسيمة وكمان فقدان في الأرواح، ونتيجة لكارثة تسونامي اللي ولدتها في المناطق الساحلية البعيدة للمحيط الهادي. والزلزال ده كان في الساعة 3 مساء و11 دقيقة على بعد 100 ميل تقريبا، أي ما يعادل 160 كيلومتر نواحي ساحل تشيلي بالتوازي مع مدينة فالديفيا. ومن المتفق عليه عموما إن حجم الصدمة اللي ولدها الزلزال كانت 9.5 درجة. وعلى الرغم من إن بعض الدراسات اقترحت بالتناوب إنه ممكن يكون من حوالي 9.4 درجة أو 9.6 درجة، وكان في تحذير من سلسلة من الصدمات في اليوم اللي قبل الكارثة الأولية. زلزال كان بقوة 7.9 درجة وتسبب في دمار كبير جدا، وامتد مصدر الزلزال الناتج عن النزوح على امتداد ما يقرب 560 ميل من صفيحة نازاكا. وفي الحقيقة الزلزال ده حصل قبل الثورة التكنولوجية، والأرقام اللي احنا بنتكلم عنها دي تم تحديدها في وقت لاحق بعد ما بقى في أجهزة بتساعد على التعرف على درجة وقوة الزلزال. مش بس زلزال تشيلي العظيم هو أقوى زلزال، كان في زلزال تشيلي القديم. على الرغم من اعتبار إن زلزال تشيلي اللي احنا اتكلمنا عنه الأكبر تاريخا، وصل علماء الآثار في بحث نشرته مجلة ساينس أدفانسز عن أدلة على أكبر زلزال معروف في تاريخ البشرية، وده حصل من حوالي 3800 سنة في المكان اللي بيعرف دلوقتي بشمال تشيلي، وبلغ قوته 9.5 درجة على مقياس ريختر، وأدى إلى أمواج تسونامي بارتفاع 66 قدم يعني حوالي 20 متر، وامتدت على طول 5000 ميل لحد دولة نيوزيلندا، واللي بقوته قدر ينقل صخور بحجم العربيات لمئات الأميال. وأكد العلماء إن الزلزال المكتشف هو أكبر زلزال، واللي بلغ تصدعه حوالي 620 ميل. وعثر العلماء على أدلة على الزلزال العملاق في الأماكن البحرية والساحلية زي الرواسب الساحلية، واللي منها على سبيل المثال الصخور والحصى والرمال الأصلية في المناطق الساحلية، والصخور البحرية والأصداف والحياة البحرية، واللي أزيحت من مناطق بعيدة جدا في صحراء أتاكاما في تشيلي. وكمان لقوا هياكل حجرية قديمة بناها البشر تحت رواسب تسونامي، وقع بعضها للخلف بينما كان وجهها مشار للبحر، وده اللي بيأكد لنا ان التسونامي هو اللي أطاح بيها. وبس كده نكون خلصنا. لو عجبك محتوى الفيديو ما تنساش اللايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. وبس كده، سلام.